وأهل الذكر. في بداية هذا اللقاء الطيب المبارك نرحب بضيف البرنامج فضيلة الدكتور حسن. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا، مرحبا بك وبالمشاهدين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما نقدم. الحمد لله القائل اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد القائل الصدق منجاة. الصدق من الأخلاق العظيمة التي بنى عليها الإسلام منظومة القيم الأخلاقية، سبب النجاة في العاجلة والآجلة، وسبب كل خير بين الناس وبين ربهم سبحانه وتعالى. ومن هنا يتطلب أن تكون لنا معه وقفة إن شاء الله في هذه الحلقة المباركة نتعرف عليه، ونتعرف كذلك على الداء الخطير ما يقابل الصدق وهو الكذب، وأثره على المجتمعات، وما يحدثه من عهن وأمور تؤدي إلى فساد بين الناس وبين ربهم سبحانه وتعالى. في هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى نتعرف على مكانة الصدق، ونتعرف كذلك على الكذب وأثره الهدام، ومن ثم أيضا نقف على الأشياء التي تثبت هذه القيمة يعني في نفوس المسلمين جميعا. في بداية هذا اللقاء فضيلة الدكتور لعل أن نعرف يعني ما هو الصدق، ويعني كذلك كيف هي مكانته في ديننا الحنيف. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولا شك هذا أو هذه الآية ترسم مسارا للإنسان في أن يكون في حياته صادقا وملازما كذلك للصادقين، لأن الصحبة الأخيار طيبة، والمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فالمعية أن يكون الإنسان مع الصادقين، وأن يجتنب الكافرين والمنافقين والكاذبين، هذه من أهم المقاصد. وموضوع الصدق في كتاب الله سبحانه وتعالى يكاد يكون، إذا أردنا أن نضع الغايات الكبرى للرسالة، الغايات الكبرى للقرآن الكريم تحديدا، ستلاحظ بأن كثير من العلماء والدارسين لعلوم القرآن كالإمام الترمذي الحكيم أو الحكيم الترمذي نظروا إلى موضوع ما الذي يمكن أن يكون غايات كبرى للقرآن الكريم، فوجدوا بأن غاية الحق وغاية الصدق وغاية العدل هذه تكاد تكون هي الغايات الأساسية التي ينبني عليها القرآن الكريم. إذن أنت أمام ثلث ما يمكن أن يعبر عن القرآن. يعني كثير من الأشياء الغايات الفرعية ستجدها أنها تصب في غاية الصدق. اللي الصدق في الأخبار، والصدق في الأقوال، والصدق في العقائد، والصدق في الأعمال، والصدق في النيات. كثير من الأحكام الفرعية ستجد أنه والله غاية الصدق غاية مهمة جدا. ولذلك الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إذن هي مسألة مركزية في دين الله سبحانه وتعالى. لكن يبقى تصور الناس لهذا الموضوع. ما هي الصورة الذهنية التي يحملها الناس عن موضوع الصدق؟ هنا تأتي طبعا التباينات. فموضوع الصدق هو أول ببساطة، إذا أردنا أن نعرف الصدق، أحيانا يكون التعريف بالنقيض أو التعريف بالمغاير تماما. فتجد إذا الصدق يمكن أن نقول هو ضد الكذب، الصادق ضد الكاذب، الصديق ضد الكذاب، وهكذا. ده يمكن تعريف بسيط. لكن المعنى الذي تناوله كثير من العلماء هو أن يكون ما يقوله الإنسان بلسانه أو يفعله بجوارحه أو يعتقده بقلبه مطابق للواقع. أي مطابقة الشيء لما هو في حقيقته، فهذا يسمى الصدق. جميل. فمثلا إذا قلت أن سألتني محمد موجود، قلت لك نعم محمد موجود. فإذا لم يكن محمد موجود لم يكن كلامي مطابق للواقع، فصرت غير صادق فيما ذكرت. إذا قلت لي مثلا إنه والله يا أخي نلتقي الساعة 10، فقلت لك نعم نلتقي الساعة 10، ولكن لم آتيك في 10، أتيتك في 11. هنا لم يكن سلوكي مطابق للواقع. وأهل اللغة عموما اعتبروا بأن معنى الصدق له صلة كذلك بالقوة. والسبب في ذلك أن الحقيقة قوية
ومطابقة الأشياء لواقعها أيضا تؤدي إلى نوع من القوة، على عكس الكذب. الكذب لا يؤدي إلى القوة بقدر ما يؤدي إلى الضعف. وتبعات هذا الموضوع لما نقول والله الصدق يعني القوة، معنى ذلك الكذب يؤدي إلى الضعف. صحيح. فتجد الإنسان ضعيف في نفسه، ضعيف في مواقفه، ضعيف في علاقاته بسبب إيه؟ بسبب الكذب. هذا من حيث اللغة. ولذلك إذا أردنا أن ننظر كذلك إلى مكانته في دين الله سبحانه وتعالى ستلاحظ بأن الصدق ذكرت بأنه غاية من الغايات الكبرى في كتاب الله سبحانه وتعالى. ونص الكتاب العزيز في مجموع من الآيات، ليس آية واحدة ولا اثنين، بس عدد كبير جدا من الآيات، أن الإنسان يعني مأمور بالصدق، كما في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين والذي جاء بالصدق وصدق به. يقول الله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. آخر الآية ماذا قال؟ أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا سلام. حصل جمعت هذه الآية أركان الإسلام وأركان الإيمان، يا سلام. وربما يكون دخلت أيضا في الإحسان. جميل. ولذلك وصفت هذه الحالة من يقوم بها هو صادق. يا سلام. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل أولئك هم الصادقون. الله أكبر. أولئك هم الصادقون. كذلك عندما وصف الله تبارك وتعالى المهاجرين يعني في سورة الحشر وصفهم الله والذين قبل أن يقول الذين تبوؤوا الدار والإيمان قال والذين خرجوا من ديارهم. آية الحشر على كل وصف الله تبارك وتعالى المهاجرين بوصف إيه؟ أولئك هم الصادقون. وبعدين أبو بكر طبعا استشهد بهذه الآية على أن والله المهاجرين هم أهل الصدق والأنصار هم أهل الفلاح، وأمركم الله تبارك وتعالى بقوله اتقوا وكونوا مع الصادقين، فيجب أن تكونوا معنا. فوصف الله تبارك وتعالى المهاجرين كذلك بالصدق. إذن ستلاحظ بأن عدد كبير جدا من الآيات يأمر الله تبارك وتعالى الإنسان المسلم أن يكون مع الصادقين. يا سلام. ولو عزموا، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ربط كذلك بين العزم في النيات والصدق فيها. فإذا القرآن الكريم حقيقة فيه الكثير من النصوص الشرعية التي تحث الإنسان المسلم على أن يكون صادقا. ولو جئنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا ستلاحظ بموضوع الصدق يحتل فيها مكانة كبيرة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث مشهور اللي هو: عليكم بالصدق وإياكم والكذب. عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إذن عندنا أحاديث حقيقة كثيرة جدا وصف في أو أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون الإنسان صادقا وأن يلتزم الإنسان الصدق في الأقوال. ولذلك أهل اللغة عموما اعتبروا أن الأصل في موضوع الصدق الأصل في الأقوال. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. فتلاحظ بأن الصدق مرتبط بالأقوال، لكن يمكن أن يعمم، ويظل هنالك صدق في النيات وصدق في العزائم وصدق في الأقوال وصدق في الأعمال. هذا يمكن إن شاء الله أن نأتي إليه. لكن النصوص الشرعية عموما تحث الإنسان أن يكون صادقا وأن يتحرى الصدق. وهنالك طبعا نماذج كثيرة جدا في موضوع الصدق التي جاءت بها شريعة الله سبحانه وتعالى. نعم، أحسنتم فضيلة الشيخ، جزاكم الله خيرا. ولعل في هذا السياق حقيقة المسلم بحاجة أن يتلمس القدوة، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم حقيقة يعني مصدرا يشع منه هذا المعنى الكبير في حياة المسلم، وكيف أنه حياته حتى قبل البعثة. هذا مما يتطلب أن نقف، ولعلكم يعني تعطونا في هذا الجانب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويعني هذا الأمر العظيم في حياته كلها في الإسلام وقبل الإسلام. بارك الله فيكم. نعم، هو موضوع الصدق يعني لو نظرنا إليه في تاريخ الرسل، الله سبحانه وتعالى منزلة الصديقية تحديدا سبحان الله هي منزلة مشتركة بين النبوة وبين دون النبوة. يعني
النبيين والصديقين، مش كده؟ فجعل الله سبحانه وتعالى ذكر النبيين ثم ذكر بعد ذلك الصديقين. فعندما يذكر الأنبياء منزلة النبوة فوق منزلة الصديقية، لكن في نفس الوقت لا يمكن للإنسان أن يكون نبيا لا يكون صديقا. يا سلام. ولذلك الله سبحانه وتعالى في سورة مريم قال واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وعن إسماعيل عليه السلام قال كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. فالله سبحانه وتعالى يصف أنبياءه بالصدق. نعم. وبهذا الاعتبار وصف النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بأنه صادق. والنبي صلى الله عليه وسلم اتصف بأمره جاء بالصدق صدق به، وهو في نفسه عليه الصلاة والسلام صادق. لذلك كان سمته وحياته وسلوكه ونمطه الذي عاش عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة أو قبل النبوة. كان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم باسمين أساسيين هما أساس الرسالة. لا يمكن لنبي أن يكون كذابا ولا يمكن لنبي أن يكون خائنا، بل في الخيانة حتى قال ما كان للنبي أن تكون له خائنة الأعين، دعك من الخيانات الأخرى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون له خائنة الأعين. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان متصف بالصدق، وطبعا موضوع الصدق له صلة كذلك بالعصمة. له صلة بالعصمة. فالنبي الذي يهيئه الله سبحانه وتعالى ويصنعه على عينه لا يمكن أن يكون كاذبا، لأن محور النبوة هو الصدق. فلو علم أن نبي من الأنبياء كذب في لحظة من لحظات حياته لا يصدق. ولذلك الله سبحانه وتعالى يرعاهم في هذه الجزئية، يعني لا يمكن لنبي أن يكذب. لماذا؟ لأنه إن كذب فهذا مطعن في نبوته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ظل يعرف إلى أن جاءته الرسالة الصادق الأمين، وهذه أساسا الصادق، صادق في أقواله أمين في تصرفاته لا يكذب عليه الصلاة والسلام، فكان يعرف به. ولذلك ماذا تقولون؟ فقال ما عرفنا ما جربنا عليك كذب. فلم يعرف على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كذب. ثم بعد أن جاءته الرسالة بطبيعة الحال ازداد عليه الصلاة والسلام. هنا طبعا مقام الصدق العادي، صدق البشري العادي سيتجاوزه إلى مقام صدق النبوة وصدق الصديقية وهكذا. اللي هو مثل إبراهيم عليه السلام كان صديقا نبيا. فهنا مقام الصديقية المذكور لإبراهيم ليس مقام دون النبوة، إنما هو صديقية الأنبياء، وهذا مقام أعلى. وكأنما الصديقية يمكن أن تكون للشهداء ويمكن أن تكون للصديقين العاديين ويمكن أن تكون للأنبياء. المقام هذا يمكن أن يتفاوت فيه الناس. فعلى كل الرسول عليه الصلاة والسلام يمثل قدوة في هذا الباب. ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عرف عنه عليه الصلاة والسلام بأنه دون يوم من الأيام عنه. وهذه المسألة سبحان الله يعني تبدو حتى للمستشرقين والذين يدرسون شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. درسوا شخصيته مع أصحابه، درسوا شخصيته مع أزواجه، درسوا شخصيته مع أعدائه، درسوا شخصيته مع كل المحيط الذي يعيش. ومع ذلك مع كل هذا الاختلاف يعني يمكن لمرأة تقول لك والله كذب علي. 9 من النساء عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وتوفي عنهم، ما ثبت يوم من الأيام امرأة من أزواجه قالت النبي كذب عليها. أصحابه عليه الصلاة والسلام مئات الألوف، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا عنه بأنه كذب عليهم. أبو سفيان لما سأله هرقل قال كيف كان صدقه فيكم؟ أما يعني هل كان يكذب؟ قال والله لولا أني خشيت أن تقول العرب عني أني كذبت لكذبت في هذا الموضوع. قال ما جربنا عليه كذب. ماذا قال هرقل؟ قال إذا كان يتجنب الكذب مع الخلق فحري به أن يتجنب الكذب مع الحق جل جلاله والخالق سبحانه وتعالى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هيئ وصنع على عين الله تبارك وتعالى، وظل موضوع الصدق هو السمة الأساسية بالنسبة له. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يجذب القلوب ويأتمنه الناس في كل شيء. ولذلك هذه كانت قدوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بالنسبة لنا في هذا المقام أيضا هو الأسوة وهو القدوة وهو المتبع عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. والحقيقة في هذه يعني المسألة ونحن نتحدث عن قيمة الصدق والصديقية لا نستطيع أن نتجاوز مقام الخليفة الراشد الخليفة الأول أبو بكر رضي الله عنه، وكيف أنه يعني وصف بهذا الأمر العظيم، يعني وكيف أنه حتى في أمر من الأمور
يعني كان يعني بخلاف ما ربما توقع المشركون كلهم. لو أعطيتم أيضا لمحة في هذا بارك الله فيكم. طبعا هو أبو بكر الصديق ويأتي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله. في الصديقية، يا سلام. وتميز بالصديقية هنا. طبعا الصديقية التي تعني تصديقه لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن الله، فهو سلم أمره تماما. نعم. وهذه طبعا صفة التسليم المطلق لله سبحانه وتعالى والتصديق بما جاء عن الله هي التي أهلت أبو بكر الصديق لأن يصل إلى هذا المقام. ربما بقى الإنسان سبحانه تطرأ عليه في حياته نوع من الشك. حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثلا في يوم الحديبية وجد في نفسه كيف أنه والله النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا سنفعل كذا ونحن الآن لاحظت. لكن أبو بكر الصديق كان يقول له إلزم رسول الله فإنه رسول. لما جاءت أيضا قضية أنه والله صاحبك اليوم يقول بأنه ذهب إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء، قال أو قال ذلك؟ قال نعم. قال صدق. إن قال فقد صدق. هذه طبعا مقام الصديقية في التسليم به. لكن في نفس الوقت أيضا أن أبو بكر الصديق جمع الصديقية فيما يتعلق بالتصديق بما يرد عن الله، ولكنه كان أيضا صادقا في حديثه. أبو بكر لم يعرف عنه أيضا أنه كذب أو أنه كان يتعامل بالكذب، بل كانت قريش تجله وتعظمه وتعرف له قدره نظرا لهذا الموضوع. وكانت العرب بشكل عام كانت العرب يعني تبغض وتكره الكذب، وهذه من الصفات التي هيأتهم ربما لرسالة الله سبحانه وتعالى، أن الذي يصدق في القول ويصدق في الفعل ويصدق في الإرادة ويصدق في العزم مؤهل لأن يكون حاملا لرسالة الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الرسالة لا يحملها الكذاب ولا يحملها الكافر ولا يحملها المنافق الذي اتصف بهذه الصفات الرذيلة. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس صدقا. ولذلك لما تكلم المحدثون عن قضية الصحابة رضوان الله عليهم وعدالة الصحابة، كانت أهم جزئية في موضوع العدالة أنهم لا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة يكاد يكون محل إجماع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهم أبو بكر الصديق بطبيعة الحال، وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان، بتفاصيل بطبيعة الحال ما يتميز به كل واحد منهم في منظومة الصدق، لأن الصدق نفسه أبواب ومقامات في التدين. بارك الله فيكم. بعد هذا الحديث الطيب لعله أن أيضا نقف مع فضيلة الشيخ على يعني هذه القيمة العظيمة، يعني ما الدافع والباعث إليها، علاقتها بالإيمان، ثم أيضا يعني نربط هذا بنقيض يعني هذا الصدق. إذا فقد الإيمان ماذا الذي يحدث من يعني حقيقة اللي هو قضية الكذب والوقوع فيها. بارك الله فيكم. شوف، الإيمان يرتبط بالصدق والتصديق. يا سلام. الإيمان يرتبط، وهذا ركن أساسي من عمل القلب. جميل. يعني الإيمان قول وعمل. نعم. فتلاحظ أن القلب عنده الصدق كقول وعنده الصدق كعمل. عنده الصدق كقول والصدق عمل. ولذلك يعرف الإيمان بأنه والله تصديق بالقلب. يا سلام. كده أول شيء تصديق بالقلب. وهنا يفترق المنافق عن المؤمن فيما يتعلق بصدق القلوب. سبحان الله. فالمؤمن الصادق فيما يعتقد. جميل. فإذا شهد أن لا إله إلا الله فهو صادق، لا يقولها خوفا ولا يقولها رياء ولا يقولها ليحمي نفسه من القتال ولا لينال بها شرفا عند الناس، لا، إنما يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله سبحانه. فقضية اتصال الإيمان بالصدق هذه مسألة مهمة. لماذا؟ لأنه سيصدق. هو سيصدق بالجنة وسيصدق بالنار وسيصدق بالله وسيصدق بالملائكة. فهذا التصديق صلته بالصدق أن ما هو منطوق به في اللسان مكنون ومستقر في القلب، ولا خلاف المنافق الذي ينطق بلسانه على خلاف ما في قلبه. فهذه أول موضوع عليهم. ولذلك سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم عد الكذب من علامة المنافق. لماذا؟ لأن الصدق من علامة المؤمن. 3 من كن فيه كان منافقا خالصا. من ضمنها وإذا حدث كذب. فالذين يكذبون وصفهم الله سبحانه وتعالى بالنفاق، كما في سورة أيضا المنافقون كيف أن الله سبحانه وتعالى
وصفهم بأنهم يكذبون وأنهم يعني، وحتى في سورة التوبة صفة الكذب بالنسبة للمنافقين هي من أعظم الصفات والعياذ بالله. فهم يكذبون لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس فيه ما في قلوبهم، ولذلك موضوع الإيمان مرتبط فيه بشكل مباشر. لكن في نفس الوقت هذا المسلم الذي آثر الصدق وابتعد عن الكذب هو يدرك تمام الإدراك بأن نجاته عند الله سبحانه وتعالى وفوزه في هذه الدنيا وثقة الناس به و يعني احترام الناس وتقديرهم له مبني كذلك على موضوع الصدق. فالذي يصدق مع الله سيكون مرتفع مقامه رفيعا عند الله سبحانه وتعالى، والذي يصدق مع الناس سيكون أيضا مقامه رفيع مع الناس. ولذلك لا تجد البشرية بكل أنواعها، حتى الكفار الذين لا يلتزمون بالأحكام التي نتكلم عنها، لكن تجد قيمة الصدق عندهم قيمة مهمة جدا. وتجد رؤسائهم يعني يتجاوزون لهم في كل شيء إلا في الكذب. المسؤولية العامة مثلا تجد أنه والله كلينتون مثلا كانت مشكلته الأساسية ليست أنه والله التقى بفتاة وفعل معها فاحشة، لا، ليست هذه القضية، إنما عندما سئل كذب عليهم، فكانت القضية كلها لماذا كذب. وهذه كل الأمم تتفق على أن الصدق محمود والكذب كذب مذموم. ولذلك المسلم يأتي هذا الباب من باب أيضا الاحتساب، ليس فقط الكسب الدنيوي أو السمعة الدنيوية، لا، صحيح أنه مطالب الإنسان في أن يكون إنسانيا، مطالب أن يكون صادقا مع الناس حتى يستطيع يطمئنوا إليه. أنت تريد تتعامل معي في التجارة، تريد تتعامل معي في الاجتماع، تريد تتعامل معي في السياسة، صحيح. إذا لم تكن صادقا لا يمكن أن أثق بك. تصور كيف تقام مثلا العهود والمواثيق بين الكفار والمسلمين على أساس الصدق. والله سبحانه وتعالى يحذر أكبر تحذير هو في أن نكون كاذبين حتى مع أعدائنا. يعني لا يجوز لك أنك والله تبرم اتفاق وأنت كاذب، تبرم اتفاق وأنت تريد أن تخون، لا. القرآن يقول لك يا أخي إذا وصلت إلى هذه المرحلة أنبذ إليهم عهدهم وأمر بالإيفاء وأمر كل ذلك من باب الصدق. جميل. فالموضوع له صلة مباشرة بموضوع الإيمان، له صلة مباشرة بموضوع الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، له صلة مباشرة بموضوع السلوك الأخلاقي. فالكذاب له انحراف في السلوك الأخلاقي، ولذلك المسألة لها مدخل كبير جدا في موضوع الإيمان والإيمان بطبيعة الحال. لذلك الآن لما تكلمنا عن قضية إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، قال أولئك هم هم الصادقون. والذي يؤمن بالله ويجاهد في سبيله ولا يكون مرتابا فهو صادق، وهو صادق. لذلك هذا الوصف له صلة بالإيمان وله صلة بالعمل وله صلة بالمصداقية وله صلة بثقة الناس بك وله صلة كذلك بأن جنة الله سبحانه وتعالى متاحة ومفتوحة للصادقين ومغلقة وموصدة أمام الكاذبين والعياذ بالله من كافرين ومنافقين. يا سلام، فتح الله عليكم فضيلة الشيخ. حقيقة الإنسان كما أشرتم في الحديث بحاجة إلى أن تكون يعني علاقته ويعني تقبله عند الناس يعني ليس على أكاذيب، إنما يعني على حقيقة على وضوح وبيان وصدق، يعني حتى لو كان هذا الصدق يعني على نفسه لكن عاقبته خير ومحمدة. نعم. كيف نقول للناس أنهم دائما يجب أنه تكون العلاقات وتكون حقيقة الوشائج قائمة على هذا الأمر العظيم حتى بإذن الله المجتمع يعني يسلم من المنابذات والكذب والدعايات التي واقعنا اليوم من خلال التواصل يعيشها الناس وفيها ما فيها من الملاحظات. تفضلوا بارك الله فيكم. وشوف الصدق أنا ذكرت بأنهم غاية من الغايات ومقام من المقامات، لكن نعم. خلينا برضو حتى تتضح الصورة أكثر. نعم. هنالك 4 أشياء سبحان الله الصدق فيها مطلوب. جميل. هنالك ما يعرف بصدق النيات. نعم. وهنالك ما يعرف بصدق العزائم. نعم. وهناك ما يعرف بصدق الأقوال. نعم. هناك ما يعرف بصدق الأعمال. يا سلام. والمسلم مطالب بهذه ال4. تمام. صدق النيات هو أن الإنسان يعزم ابتداء بقصده ونيته أن يكون صادقا. تمام. فمثلا الصدق مع الله هذا يتطلب صدق النية أولا. نعم. يا سلام. أن والله في علاقتك مع الله سبحانه وتعالى أن تكون صادقا، وهذه لها علاقة بالقلب. إنما الأعمال بالنيات. قبل أن تقوم أنت إلى العمل مطالب بأن والله تصدق النية فيه. وهنا طبعا في حتة شوية دقيقة تحتاج إلى وقفة. نعم. اللي هو موضوع الصدق والإخلاص.
بعض الناس يخلط ما بين الصدق والإخلاص. الصدق ذكرنا بأنه نقيض الكذب ونقيض كذلك الكفر. نعم. ليه؟ لأنه إذا قصد الإنسان الإعلان عن خلاف ما في قلبه في الشهادتين مثلا، فإنه يكون كافرا، يكون كافرا ويكون منافقا. لكن موضوع الإخلاص له صلة به، إذا كان هذا له صلة بالكفر فإن الإخلاص له صلة بالشرك. له صلة بإيه؟ يعني بمعنى يمكن للشخص المخلص سبحان الله يكون صادقا، الذي خلله في الصدق في الإخلاص قد يكون صادق، لكنه شابه صدقه، بدل أن يكون عمله خالص لله سبحانه وتعالى أشرك مع الله غيره، فشاب عمله شيء، شاب عمله شيء. هذه مسألة على كل دقيقة تحتاج إلى أن الناس فعلا تنتبه إليه. فالإنسان أحيانا يكون صادق في منطلقه، صادق في عبادته، لكن يمكن أن يكون غير مخلص، لأن الله عز وجل يقول ألا لله الدين إيه؟ الخالص. ألا لله الدين الخالص. فأن يكون الإنسان قاصدا بعمله الله وغيره هذا ينافي الإخلاص. أن لا يقصد أصلا وجه الله عز وجل هذا كذب، هذا كذب. فهذا ما فيما يتعلم. فعندنا الصدق في النيات والمقاصد، وعندنا الصدق في العزائم. سبحان الله، الشخص قد يكون صادق في أنه والله يعني ينوي خيرا، ينوي خيرا، يقول يا أخي أنا إذا فتح الله علي سأتصدق، إذا فتح الله علي مالا سأتصدق. هذا قد يكون صادقا، لكن لن تتحول هذه النية إلى فعل إلا أن يكون صادق في عزمه. إذا عزم الأمر فلو صدقوا الله. شوف كيف ربط الله سبحانه وتعالى بين موضوع العزيمة وموضوع الصدق. فلن تتحول النيات الصادقة إلى أعمال صادقة إلا بأن تكون تسبقها عزيمة، اللي هي موضوع الإرادة وموضوع العزم على أن يتحول فعل، على أن تتحول نيته إلى فعل. النقطة الثالثة نعم صدق الأقوال. يا سلام. وربما أنا ذكرت بأن الأصل عند أهل اللغة بأنه موضوع الصدق ابتداء هو له علاقة بإيه؟ بالأقوال. ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، فكان الأصل. لكن هذه الأقوال لا بد أن تتطابق لتكون فعلا أقوالنا صادقة، تتطابق مع الواقع. نعم. فالصدق في الشهادات، جميل. والصدق في ما نعلنه من مواقف، والصدق في العهود، والصدق في الارتباطات. يا سلام. هذه كلها لها صلة بموضوع أنه الإنسان يكون صادق في قوله. رابعا أن يكون صادقا في أعماله وأفعاله. نعم. إذا صدق في نيته وقصده، صدق في عزمه وإرادته، صدق في قوله، صدق في أعماله. وهنا تأتي طبيعة الأعمال. طبعا أشياء كثيرة جدا يمكن أن تدخل في مسمى مسمى الصدق في الأعمال. وأن يكون الإنسان صادقا في جهاده، صادقا في إنفاقه، صادقا في علاقاته. كل ما يتعلق بالسلوك البشري يجب أن يكون مصحوبا. طبعا هذه الأربع أشياء هي التي تحدد للناس أن أنت والله إلى أي مدى يمكن أن يثق بك أو لا يثق بك. يا سلام. يعني الذي يكذب عليك لا تستطيع أن تعتمد عليه ولا أن تثق به. نعم. تصور الآن المعاملات المالية، أصدق الناس أكثر الناس يعني مصداقية وتعاملا في الأسواق من يكون صادقا. يا سلام. والصدق هنا طبعا له بالذات الصدق في الأعمال في كل العقود مرتبط بالبركة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال فإن صدقا وبينا بورك في بيعهم، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهم. هنا سبحان الله، وإن كان الحديث ورد في البيع لكن يمكن أن يعم على كل العقود. صحيح. عقود الزواج، وعقود العهود والمواثيق، وعقود البيوع، كل العقود اللي ممكن تكون في حياتنا إذا صدق فيها الإنسان يبارك له، وإذا كذب فيها تمحق البركة ولن يستطيع الإنسان أن ينجز شيئا. هذه مسألة مهمة جدا في إنه كيف إنه والله نستطيع أن نجلب البركة
نعم. إلى أعمالنا وأقوالنا ونوايانا من خلال أن نصدق في حياتنا، فيبارك الله سبحانه وتعالى في ارتباطاتنا، يبارك الله في علاقاتنا، يبارك الله في جماعاتنا، يبارك الله في مجتمعاتنا. نعم. فهذه مسألة مهمة جدا. وكما ذكرت أيضا الإنسان ينفر من الكذب وينفر من الكذابين، ولا يستطيع أن يطمئن إليهم ولا أن يثق بهم. وعندما تنتفي هذه المصداقية الأعمال كلها تتعطل. تصور أنت عندما يقول لك والله فلان هذا كذاب، لا تستطيع أن ترتبط معه في شيء. صحيح. يعني لو قيل لك والله يا أخي فلان تقدم لبنتك ولكنه هذا الرجل كذاب، لا أحد يقبله. فلان يريد البيع من البيوع ولكنه كذاب، لا تستطيع أن تعتمد عليه. لاحظت؟ هذا الداعية الذي تسمع إليه مثلا في المنابر، والله هذا داعية كذاب، اشتهر بأنه يكذب، لا أحد يثق به. لذلك موضوع الصدق هو أساس المجتمعات. يا سلام. أيوة. وهنا نحن من هذا المنبر نقول بأن المجتمع المسلم موضوع الصدق على وجه التحديد لا علاقة له بأنه والله الذي تتعامل معه مسلم ولا كافر، لا. الصدق قيمة مطلقة، يجب أن تكون أنت صادق مع المسلمين، صادق مع الكافرين، لا تكذب، لا. هذه طبعا في الأصل، وعلى الإنسان أن يلتزم ذلك. طبعا في استثناءات هناك يمكن إن شاء الله أن نأتي إليها، لكن هذا هو الأصل. لا بد الإنسان أن يكون إن شاء الله صادقا في مسيرته الحياتية. أحسنتم، بارك الله فيكم. حقيقة أيضا نأتي لما أشرتم إليه مؤخرا، أنه يعني الناس الآن فضيلة الشيخ ينتشر بينهم ما بالمزاح، وأحيانا ما يسمونه بالكذبة البيضاء. نعم. وهكذا يعني. فهذا الأمر حقيقة يحتاج إلى توضيح شرعي، لأنه قد يقع الإنسان فيما حرم الله. ومع هذا نربط قضية ما يستثنى من الكذب مثلا اللي فيه مندوح أو سمحت به الشريعة. بارك الله فيكم. وطبعا في جزئية طبعا أنت سألت عنها، موضوع اليوم تقريبا ظواهر السوشيال ميديا والتطبيقات. نعم. وسهولة أن الإنسان يتكلم ويقول ما شاء ويتهم الناس في أعراضهم ويتهمهم في ذممهم ويقول عنهم الباطل. للأسف الشديد اليوم تقريبا استسهل الناس الكذب، وصار بعض الناس يعني يتصور بأنه والله كلما كذب عد نفسه للأسف الشديد مع المشاهير، وهذه إشكالية كبيرة جدا. فالكلمة لا بد أن، ونحن نتكلم عن الصدق، أن نربطها بقضية المسؤولية. فأنت مسؤول عن كلمتك، مسؤول عن كلمتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم مع معاذ رضي الله عنه، قال أمسك عليك هذا أو كف عليك هذا. قال معاذ أو محاسبون يا رسول الله بما نتكلم به؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس على وجوههم أو يكب الناس على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني الناس الذين يدخلون إلى النار غالبهم هو هذه الألسن، حصاد الألسن، الغيبة والنميمة والكذب والافتراء، وخصوصا عندما يكون والعياذ بالله الافتراء على الله سبحانه وتعالى، من الذين يفترون على الله الكذب لا يؤمنون، فنفى الله سبحانه وتعالى عنهم الإيمان. لكن اليوم للأسف الشديد كما يقال، في السابق كانت الدوائر ضيقة، ومفسدة الكذب ربما أيضا كانت بحجم المساحة التي تتحرك فيها. اليوم أنت تقريبا تكتب منشورا في الفيسبوك أو تكتب أو تقول كلمة في اليوتيوب أو تقول كلمة في التيك توك، وإذا بهذه الكلمة تطير في الآفاق وأنت تكون كذبت على شخص. يا الله. فانظر إلى هذه المظلمة وهذا التشويه. كم من أناس سبحان الله يحصل هذا الأمر اليوم في حياتنا. وللأسف الشديد نحن نكون يعني صريحين مع أنفسنا، للأسف هنالك اليوم جيل تقريبا ينشأ في هذه الساحات وفي هذه الوسائط، لا علاقة له بالقيم الدينية، ولا علاقة له بالقيم العرفية، ولا علاقة له بالقيم الإنسانية، ولا علاقة له بالقيم القانونية. فهو يعني يتصور بأنه والله منطلق هكذا، لا أحد يقترب منه، لا أحد يقول لك والله هو خلف إيه؟ خلف الشاشة يكتب ما شاء. ولكن عليك أن لا تنسى أيها المستمع الكريم بأن والله أنت إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. يعني الإنسان المسلم يدرك بأنه يقول قولا مسؤول عنه، يكتب كلمة مسؤول عنها، يشيع إشاعة يدرك بأنه سيسأل. حتى لو في هذه الدنيا أنت والله ما تابعك أحد ولا لاحق أحد بالقانون، لكن تأكد أن هذه الكلمة قد تبلغ الآفاق وقد تشوه شخص من الأشخاص. ولكن هذا التشويه سيكون يوم القيامة ربما هو المرجح لهذا المظلوم في كفته، في أن يكون يأتي مظلوما وتأتي أنت والعياذ بالله ظالما،
ويكون هذا الإفلاس الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أتدرون من المفلس من المفلس؟ قال الله ورسوله أعلم. قالوا المفلس هم طبعا قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال لا، المفلس يوم القيامة من يأتي بأعمال ضخمة جدا، يا سلام. ولكنه يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وقتل هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطى هؤلاء، الذي كذبت عليه والذي أهنته والذي افتريت عليه، كل هؤلاء المقاصصة يوم القيامة بالحسنات والسيئات. فإذا فنيت حسناتك سيؤخذ من سيئاتهم فتوضع عليك فتوضع في النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن موضوع الكذب والشائعات في ظل واقعنا المعاصر، ويمكن أنا هنا يعني استفيد من هذا الموقف تحديدا لما شاهدناه مثلا في الأسبوع الماضي من الكلام الذي يعني روج عن فضيلة الشيخ برهان، حلقة كاملة هو يتكلم فيها تقريبا حلقة كاملة. ومنهج الشيخ معروف طوال الفترة الطويلة هذه هو يتكلم عن سلبيات النظام ويتكلم عن جرائمه ويتكلم عن انتهاكاته فأنت تأخذ قطعة من كلامه مبتور وليس ربما مراد في سياق معين، فأنت تأخذه عن سياقه على طريقة ويل للمصلين، وتبتره من المقدمة وتبتره من المؤخرة، ثم تقول والله تخوض هجمة ضخمة جدا عن الشيخ. والله سبحانه وتعالى يقول إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول إلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. فالرد إلى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، والرد إلى أهل العلم، والرد إلى الشخص الذي أيضا معني بهذا الكلام. وأنا حقيقة أشكر كثير من الخيرين والطيبين الذين تواصلوا معي مثلا على المستوى الخاص ليسألوا عن أصل الكلام وطبيعة الكلام وكيف قيل وفي أي سياق قيل. هذه مسألة. فأنت الشخص الذي عرف أصله وعرف منهجه وعرف سلامته أن تحمل مواقفه ويحمل كلامه على الأصل العام الذي عرف به، ولا نحاول دائما. هذه برضو واحدة من الإشكالات حقيقة التي تدخل بنا في الشائعات الكاذبة وحمل الأقوال ما لا يمكن أن يحتمل. فهذه الساحة اليوم مفتوحة بهذا الشكل، وكم من أضرار تحصل بطبيعة الحال نتيجة هذه المواقف. وبعض الناس طبعا لا هم لهم إلا أن يخرج على الناس بشيء يخصه أو يجعله ترند زي ما يقولوا، حتى يحسب بأنه والله يتحرك الحساب لكن هذه كلها ستكون مسؤوليتها كبيرة أمام الله سبحانه وتعالى. أما فيما يتعلق بالاستثناءات في موضوع الأصل كما ذكرت أن الإنسان لا يكذب. جميل. لكن استثنت الشريعة 3 أشياء. نعم. أو هنالك ما يمكن أن نسميه بالصدق المذموم. بعض الناس يغتاب ويقول لك ما قلت فيه إلا الحقيقة. بعض الناس يسعى بالنميمة ويقول لك أنا ما كذبت. لاحظت؟ بعض الناس يعني يفسد ذات البين ويقول أنا قاعد أتكلم حقيقة ما قاعد أتكلم. هذا يسمى الكذب الصدق إيه؟ صدق المذموم. الصدق شنو؟ المذموم. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغيبة وعرفها. ما هي الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. قال أفرأيت يا رسول الله إن كان فيه ما أقول، يعني صادق أنا قاعد أقول كلام إيه؟ صدق. قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فإذا هنا الصدق مذموم وليس إيه؟ محمود. لابد أن نعرف أيضا إنه والله بعض الناس تحت حجة إنه أنا صادق يقتاب ونميمة وسعي وكذا، هذه يسمى على كلنا الكذب إيه؟ الصدق إيه؟ صدق المذموم. يعني ما معناها أنت صادق تجنب تروج الإشاعات. هذه واحد. هنالك 3 أشياء أيضا مستثنى. 3 أشياء مستثنى فيما يتعلق بموضوع الكذب. النقطة الأولى في العلاقات الزوجية. الأزواج حتى لو في دواخلهم بعض الأشياء على بعضهم، لكن الشريعة أباحت لهم أن يقولوا الكلام الطيب حتى على خلاف ما هم عليه، تطيبا للخواطر وكسبا للقلوب وكذا. فيمكن للرجل أن يعبر لزوجته بتعبيرات وقد لا يكون إيش مقتنع بها. فهنا حتى ولو قال كذبا فإنه لا يؤاخذ به. والمرأة إذن لها والمرأة نفس الشيء. فهنا ما يجري بين الزوجين نعم يجب أن لا
تأخذنا فكرة أنه والله أنا أقول كل شيء حقيقة لا ومصادمة. ليس بلا، هذا شأن اجتماعي الآن. جميل. فلا بد أن يعبروا بشكل جيد وأن يقولوا كلمات طيبة، وحتى لو كان فبين الزوجين يمكن أن يمارس نوع من أو يتم التساهل في أو يتسامح في بعض الأشياء التي تقال. جميل. أيضا فيما يتعلق بالحرب، نعم. الحروب قائمة على الخدعة، فلا يمكن المسلم أن ينشر كل ما عنده للرأي العام، فهنالك ما يكتم. وهناك النقطة الثالثة إصلاح ذات البين. يا سلام. أنت تريد أن تصلح بين شخصين، نعم. فتأتي لي شخص والله يا أخي فلان ذكرك بالخير وما قال عنك إلا حسن وكذا، وأنت تريد أن تجمع بين الأشخاص. هذه الثلاث أشياء يتم فيها تقريبا استثناءات، هنالك من أضاف على كل بعض الأمور الأخرى، لكن هذه أصول للمسألة. نعم. فتح الله عليكم شيخنا، لعله يعني أن نختم بعد هذا الحديث الطيب المبارك بقضية يعني ما يمكن حقيقة أن ينصح به من ابتلي بهذا، يعني ما الشيء العظيم الذي يثبته على أن يعني حقيقة يلزم، يعني عرف هذا الأمر وعرف تأثيره، ومما يثبت على الصدق هذا في زمن حقيقة تتنازع فيه في الوسائل وغيرها، حتى إن شاء الله تعالى يستفيد المشاهد والمستمع ما يجعله يثبت دائما وأبدا ويتشبث بهذه القضية الجوهرية، قضية الصدق التي تحدثنا عنها. بارك الله فيكم. والله هو لا شيء يجعل الإنسان أكثر ثباتا واستقرارا وتمسكا بالقيم، استشعارا بالقيم، نعم، إلا أول شيء أن يعظم الله. يا سلام. يعني مهما تكلمنا إذا كان الإنسان لا يعظم الله سبحانه وتعالى فإنه يتساهل بكثير من الأمور. فأول قضية هو أنك تعظم الله سبحانه وتعالى. يا سلام. فإذا عظمت الله سبحانه وتعالى عظمت أمره. الله أكبر. وإذا هان الله عندك والعياذ بالله هانت عندك أوامره، لأن الإنسان في نهاية المطاف هو تعظيم الله وتعظيم أمره. الدين كله كده، كيف أنك تعظم الله وتعظم أمر الله. أمرك الله بالصدق لتعظم هذا الأمر، أي يعني ولله المثل الأعلى. الآن لو في شخص والله قيل له جاءك خطاب من ملك أو من رئيس جمهورية أو كذا، نعم، سيكون تفاعله مع هذا الموضوع بمقدار تعظيمه لهذا الشخص، مش كده؟ أكيد. فأمره هذا الذي جاءه يعظم الملك أو لا يعظمه. بعض الناس لا يعظم الملك ولا يراه شيء فلا يعظم أمره، لكن بالنسبة للمسلمين هو يعظم الله. والله عز وجل وما قدر الله حق قدره، فالذي يقدر الله حق قدره يدرك أن هذا الأمر الذي أمر الله به يجب أن يلتزم به التزاما صارما، ليس لأنه مفيد له أليس لا، أولا لأنه أمر الله. نعم. هو أمر الله. والأمر الثاني أيضا مفيد له في دنياه، مفيد له في آخرته، لأن الله لا يأمر بشيء فيه مفسدة في هذه الدنيا أو في الآخرة. فالإنسان عليه أن يدرك بأن الله عندما نتكلم عن قضايا الأخلاق وقضايا القيم وقضايا الأوامر والنواهي لا بد أن ندرك بأن الله هي لمصلحتك قبل كل شيء. وبالتالي هذا الذي يثبت الإنسان إنه والله أنا سأكون مثاب عند الله سبحانه وتعالى، سأكتب عند الله سبحانه إذا تحريت. يعني التحري، لاحظ أن النبي استخدم عبارته ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق. نعم، مش كده؟ يتحرى الصدق يعني معنى حريص ألا يكذب. يا سلام. حتى فيما ذكرناه من الاستثناءات، العلماء قالوا والله لو في مجال للمعاريض لا تلجأ للكذب. معارض اللي هو أن تقول كلام فيه تورية، ظاهر الكلام شيء وباطنه شيء آخر، لا تذهب إلى الكذب كذب الصراحة. جميل. لا تذهب. طبعا من ضمن الاستثناءات أن يكون مثلا الصدق يؤدي إلى ظلم شخص من الأشخاص أو هلاكه. وهذه بتحصل أحيانا، يأتيك شخص مسكين ملاحق من ظالمين أو مجرمين أو كذا وأنت تخبئه، فإذا سألوك هل جاء مر عليك شخص تقول ما مر علي شخص وأنا كذبت، ولكن لأن المفسدة التي ستنجم عن الصدق ستكون كارثية بالنسبة للشخص. هذه موازنات على كل. فنحن إن شاء الله فيما يتعلق بالذي يثبتنا هو أولا أن تكون علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى علاقة عبودية وصدق وتقدير وتعظيم لله عز وجل وتعظيم لأمره سبحانه وتعالى، وأن نرجو ثواب الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وأن جنة الله سبحانه وتعالى معدة للصادقين، وأن الكذب مهلكة، وأن الصدق منجاة. هذه كلها من الأشياء إن شاء الله التي تجعلنا ونتشبث وتجعلنا نثبت على هذا. وسبحان الله بعد فترة سيدرك الإنسان
لذة الصدق. يا سلام. إذا وصل إلى مرحلة من المراحل أنه لا يكذب فيها. يعني تصور لما أنت تمر عليك 20 سنة وما كذبت كذبة، الله. ما هي السعادة الداخلية والشعور الداخلي الذي تشعر به؟ لا كذبت على نفسك ولا على أسرتك ولا على ابنك ولا على جيرانك، أنت في حياتك تتحرى إيه؟ تحرى الصدق. فما بالك بمن عاش على الصدق، عاش من بداية حياتي إلى نهايتي أنه عاش على الصدق. فهذه طبعا منزلة كبيرة ومقام عظيم، مقام الصديقية يأتي بعد النبوة مباشرة، هذا المقام الكبير يعني. فتح الله عليكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله خيرا على ما تفضلتم به من هذا الحديث الطيب المبارك. والرسالة أيها المشاهد والمشاهدة الكرام، حقيقة المسلم يعني مسؤول عن كلمته، وأن نستشعر أن علينا رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وأن أمانة هذه الكلمة عظيمة، ولهذا ينبغي أن الإنسان يتنبه قبل أن يتحدث وقبل أن يتلفظ بما يخرج منه حتى يسلم وينجى. في ختام لقائنا هذا نشكر لمن شاهد واستمع، جزاكم الله خيرا، ونشكر لفضيلة الشيخ ما قدم من هذا الحديث الطيب المبارك. إلى أن نلتقيكم في الأسبوع القادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.